الحمد لله. في هذه الفرصة النفيسة لنا قصة قصيرة. ما هي الأسباب التي تكون وراء بيعة الفتيان ما شاء في الله. القديم؟ الله. قديما أراد الشبان الأندونيسيين لكي تكون كل عضو من أعضاء الأندونيسيين يتوحدون في كل مجال وحال ومحال وحين، ليس فقط في عاصمة الأندونيسية ولكن في كل الدوائر التي تكون من جملة جمهورية الأندونيسية، وشعب فيها يتوحدون ويتعاونون ويتشاركون في دفاع الوطن، ولو أن يموتوا، ولو أن يشترون هذه الحرية بأنفسهم، بدمائهم، بدمائهم، بأرواحهم إن شاء الله. والنتيجة الأخرى وراء هذه البيعة بأن يكون شعب أندونيسيا بتنوع ألسنتهم طبعا يتوحدون بلغة واحدة، هي اللغة الأندونيسية. نحن شعب آشيه وشعب الملايين وشعب الجواوين وشعب الآخر وشعب أشعاب متنوعة في الأندونيسيا يتوحدون بلغات واحدة. لغة أندونيسية. وأبدا بداية من ذلك الزمان وهذا الزمان وزمن المستقبل، الاتحاد والتعاون والمشاركة هي الواجبات والإلزام على كل نفوس، ليس فقط للشبان والفتيان التي يبايعون أنفسهم في ذلك الزمان، ولكن نحن ولو كنا لا نبايع ولكن يلزمنا دفاع الوطن، يلزمنا المشاركة في كل مكان وحين. شكرا جزيلا. شكرا. خلاص. خلاص. شكرا جدا. Sekarang mati gimana? Ando. Tuganya.